السلام عليكم ورحمة الله. هذا برنامج في إذاعة إسبانية كيقوم بنشر الأسلحة اللي كتشري المغرب. الولايات المتحدة عندهم شعور بالخوف وهما ضد أن المغرب يقوم بتسليحه وتجهيزه، لأن كيشوفنا دائما هو إسبانيا هو عدو عاقل. هما أعداء كيبقاو أعداء وغادي يبقاو ديما، ولكن عدو شوية بالعقل. المغزى من نشر هذا الفيديو هو يوصل واحد الرسالة للمغاربة أنه المغرب عنده بزاف ديال المخاطر اللي هي دايرة به، وحنا مقابلين جهة وحدة. خصنا شوية نردوا البال ونشوفوا هاد الناس هادو شنو كيقولوا. هاد الناس هادو قال لك في حالة اندلاع حرب عندهم نفس الطائرات نفس السلاح حتى هما كيشريو من المملكة. قال لك بلا سبيل الممكن غادي تبيعوا للمغرب وما غاديش تبيعوا لإسبانيا، فكيطلبوا أعلى الوسائل والسبل لإضعاف المغرب. بيان سور ما كيخرجوش القفاص، كيجيو كيصيفطوا لك ناس كيشكلوا أعداء عندهم خبرات. عرفوا لك إسبانيا راه عندها قاع وباع في التاريخ مع المغرب، ودائما كانت هذيك العلاقة ديال الشد فهمتني كنتجاذبوا ما بيناتهم. دائما كان المشكل على فين ما كتكون واحد الدولة قوى من الأخرى إلا وكتحاول تغلب عليها. فالله يجازيكم بخير لما ردوا البال، صفوا وراء ملككم وردوا البال لهذه الامور هذه. انا فيما كان شي حاجه باللغه الاسبانيه فنحاول نترجمها ونبلغها للشعب المغربي. الله الوطن الملك، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. Y a ver tu programa, o sea, a lo mejor aprenden algo de hecho yo estoy seguro que estaríamos encantados de que vinieran aquí a debatir. Dicho eso, hay una diferencia importante. Marruecos tiene un acuerdo de libre comercio para muchísimas cosas con Estados Unidos, mientras que España no hemos sido capaces. Tan estúpidos somos la Unión Europea que Citroën se pone a fabricar en Marruecos para vender los coches sin impuestos, el grupo Stellantis, perdón, en Estados Unidos. Fíjate lo idiotas que somos los europeos.